أكثر تفاصيل عن الأجواء، عن التشكيلة، وعن حظوظ المنتخب قبل ساعة وقليل 7 و9 دقائق من انطلاق المباراة. حمزة، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. مساء النور عادل، تحيه ليك، تحيه للاولاد الكل في البلاتو، تحيه للناس تسمع فينا تابع فينا على قناه الحوار التونسي. في ظروف المباشر كما قاعد تشوف عادل، انقطاع التيار الكهربائي الان في الملعب الاولمبي مولاي عبد الله في الرباط، مشاكل بالجمله قبل انطلاق المباراه تدور في اجواء ممطره جدا، امطار غزيره وغزيره جدا في ملعب الملعب زاد كيف خلينا نحكي لكم عليه بسرعه عادل. ملعب صغير معناتها ما فيش ضغط، تدخل من الشارع تلقى طول في الجرادان، حتى باش تلقى بلاصه تخبى فيها الجماهير ماهيش موجوده. كيف بالنسبه للصحفيين لا سال دو كونفيرونس كما تراو الضوء مخصوص علينا ونخدموا بطرق نتاعنا الشخصيه اللي قاعدين نحاولوا نتعاملوا معاها. الحضور الجماهيري منذ قليل. يعني حمزه، انت الان بعد اذنك انت الان في المركز الصحفي في ملعب المباراه. بالضبط، قاعدين تشوفوا معايا في المركز الصحفي ظروف العمل بالنسبه للصحفيين في المباشر، نخدموا الناس الكل في الظلام، قاعدين انقطاع تيار كهربائي لهنا في الملعب الاولمبي مولاي عبد الله. كيف برشا حاجات او روتار بالنسبه للتسكير لوجيستيك بالنسبه للمباراه اليوم عاده اللي خلتنا بتتر حتى في ظروف العمل بتتر برشا صحفيين ما همش يخدموا في ظروف طيبه ولا مرتاحين. ما نحكيلكش على مشاكل لوجستيه من اللي بدات كان اليوم في المغرب من تنقلات الصحفيين وغيره، من برشا حاجات قاعد يتعرض لها الطواقم الاعلاميه اللي في العمل في المغرب. نفس الشيء بالنسبه للجماهير، الجماهير مع تجربه التذاكر اللي موجوده كان على الابليكاسيون ولا الموقع افكون تيكت